يا زمن، بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا، وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا وألف لا يا خميس، وحياة الدم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك، وبيني وبينك أيام هتطول يا خميس، أيام هتطول، أيام هتطول. فوتنا، ما قلنا ما تشعلقيش في الحبال الدايبة، اخرتها كسر نفس وقطم رقبة. ما صدقتنيش. انت بتتكلمي على ايه؟ عن حبيب القلب يا حبيبتي، اللي طار واتجوز وهج من الحارة ورجع لأصله. بقول لك ايه، ما تسيبيني في حالي والنبي. محلك ده يا بنتي اللي تعبني وقاهرني. انت مش شايفه شكلك عامل ازاي؟ لا بتاكلي ولا بتشربي، حتى كتبك كمان ما بقيتيش تذاكري فيها، وطول الوقت مش على الاقل في البلكونه. انا عايزه افهم انت مستنيه ايه تاني؟ باخد نفسي يوم، بلاش اخده كمان. مستنيه شويه هوا يفتحوا صدري ويدوبوا التلج اللي على قلبي. يا بنتي المفروض الجوازه دي تفوقك، مش تخليكي بالشكل ده. ده انت عودك لسه اخضر، ما شدش حيل في الدنيا. عايزه تقطعي بدري بدري ليه؟ يوه، وادي الاوضه سايبها لك كمان. انت يا بنت، انا بتكلم معاكي يا بنت. انت يا بنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. انت سايباني يا بنت ورايحه على فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انا مش بتكلم بالراحة يا جماعة، مش كده بتزعقوا ليه؟ مش عاجبها كلامي. يا ارحميني، هو انت في حد مسلطك عليا؟ شايف البنت بتقول ايه؟ عيب بقى، عيب كده، الجيران كلها سامعة صوتكم دلوقتي. ما انت شايفه الشقه بقى عامل ازاي؟ ده اتمقد بقى زي اللقمه. روحي اعملي لنا حاجة نشربها، روحي. تعالي يا بنت، تعالي تعالي، عايزك في حاجة كده، أكلمك كلمتين. اقعدي، اهدي. شوفي بقى يا بنتي، أنا بصراحة العبارة بابا، انا مش حمل النصايح ولا انا قد مواعظ. امي مكفياني من كل ده. بصراحة كده أمك خايفة عليكي. امي مش حاسه بيا، انا تعبانه مخنوقه، مش طايقه روحي ولا طايقه اي حد. حسوا بقى بيا شويه. صدقيني يا بنتي، أمك عندها حق. وبعدين حكاية جوازة خميس دي، خلصنا من جوازة خميس، سيبوني بقى في اللي انا فيه. والله العظيم والله العظيم قلبي بيقول لي ان البنت دي فيها حاجه. بنتك مجروحة يا أم فتنة، وقلبها مكسور.
هي مالها عماله تقفل كده زي الدومنه؟ الكار ده يا علي ما هوش خميس ونوح وخلاص. الكار ده مافيا، مافيا كبيره قوي، ليها 1000 دراع ودراع، ماداه في كل حته وطايله بيه كل شبر في البلد. ولعبه السلم والتعبان اللي بين خميس والنوح دي وراها ناس كبار، كبار قوي يا علي، عشان ينقلوا ده من بيته لبيت ده وده لبيته القديم. واحنا قاعدين في مكاتبنا هنا مش دريانين باي حاجه. يا فندم ما احنا نجحنا في القبض على اوقار كتير. النيابه خرجت كام؟ وافرجت عن كام؟ ما ترد يا علي. يا علي احنا كرجال امن دارسين وعارفين يعني ايه امن. مهم جدا يبقى عند المواطن العادي عندهم حس امني عشان يساعدونا ونعرف نساعدهم. احنا مش انبياء يا علي، مش انبياء. تعرف يا علي انا ليه حاسس بالفشل؟ عشان اكتشفت ان النص اللي قبضنا عليهم العيال الضريبه، الضحايا والغلابه، التجار الكبار طايحين في البلد، محدش مهتم بيهم، سايبينهم. حتى التجار اللي وصلنا لهم يا علي طلعوا في الاخر تجار سريحه وبير سلم. يدخل. لا مؤاخذة يا معالي الباشا. خير يا سيدي؟ في واحدة يا فندم عايزة تقابل سيادتك بره. ما قالتلكش اسمها ايه الواحدة دي؟ مش عايزة تتكلم يا فندم لما تخش لسيادتك. خليها تدخل. تحت أمرك يا باشا. يا باشا انا اول مرة اشوف معاليك بالعصبية دي. تعبت يا علي، تعبت خلاص ونفسي اتقطع. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو حضرتك مش فاكرني؟ أنا مرات مغاوري. مرات مغاوري يا باشا. أهلا وسهلا. كنت عايزة حضرتك في كلمتين كده. طيب سيبنا لوحدنا دلوقتي يا علي. علي سيبنا لوحدنا دلوقتي. تحت امرك يا فندم. وابقى ابعت حاجة ساعة مع العسكري اللي على الباب. ملهوش لزوم يا باشا، ملهوش لزوم. أنا اقعدي. أنا جاية أقول لحضرتك كلمتين وهمشي على طول. هو مش مغاوري في اجازة دلوقتي؟ مغاوري بإيديع يا باشا وهيضيعنا معاه. الله نار.